رسالة إلى الشعب المغربي. معكم علي البخيتي من اليمن، وحاب أقول لكم درس حصل في اليمن في 2011 فيما سمي بالربيع العربي. خرجت أنا وتوكل كرمان وآلاف اليمنيين للمطالبة بإسقاط النظام في صنعاء والتغيير. اسمعوا هذا المقطع وأكمل لكم الكلام. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. وبعد مبارك بعد مبارك بعد مبارك بعد مبارك يا علي، بعد مبارك بعد مبارك شد حالك، بعد مبارك شد حالك، بعد مبارك وشد حالك، بعد مبارك وشد حالك، بعد مبارك وشد حالك، بعد مبارك وارحل يا علي، وارحل يا علي. طبعا سقط النظام في اليمن، ولم يسقط النظام فقط بل سقطت الدولة اليمنية. الآن اليمن لمن لا يعرف في المغرب ممزق إلى عدة دويلات. دويلة في صنعاء ومحافظات أخرى تديرها جماعة الحوثي، دويلة في تعز وفي مأرب تديرها جماعة الإخوان المسلمين، دويلات في المناطق الجنوبية والساحل تديرها جماعات سياسية وجماعات مناطقية. حصل صراع وحرب أهلية دامية. تسببت هذه الحرب بوفاة مقتل ووفاة أكثر من 500 ألف مواطن يمني، هؤلاء الذين قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر كنتيجة للحرب والجرحى حق الحرب، إضافة إلى من هجروا. هناك أكثر من 4 إلى 5 مليون يمني مهجرين خارج اليمن، وأوضاع غالبيتهم العظمى سيئة إلى أبعد حد. أوضاعنا نحن أنا وتوكل كرمان جيدة. أنا في بريطانيا أعيش مع أسرتي، توكل تعيش في IB في تركيا، لكن أوضاع 99% من اليمنيين الذين هجروا بسببنا وبسبب الخروج في 2011 سيئة إلى أبعد حد. هناك 6 إلى 7 مليون يمني مهجرين في داخل اليمن بسبب الحروب والصراع الطائفي والحدود التي بدأت ترتسم حدود لدويلات جديدة. هل تعرفون أن المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لا يستلمون مرتبات؟ الموظفين العاملين في القطاع الحكومي لا يستلمون مرتبات، جعلهم الحوثي يعملون سخرة. إضافة إلى أن امتلأت المعتقلات، السجون، التعذيب، قضايا بشعة إلى أبعد حد. حتى عمل الحوثي فلل خاصة يعذب فيها النساء وتم الاعتداء عليهم. وفي المناطق الأخرى هناك بشاعات وسجون وانتهاكات ترتكبها مختلف السلطات التي تحكم هذه المناطق. حتى في المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيين لا توجد مرتبات إلا مرتبات ليست مرتبات حقيقية. مرتب الموظف بالدولار يصل إلى 35 إلى 40 دولار، تخيلوا في الشهر، على الذين يجدون عملا. اليمن يعيش في مجاعة، في فقر. أغلب الناس يعيشون على المساعدات التي تأتي من المنظمات الدولية وكذلك من بعض الأموال التي تأتي من المغتربين. اليمن من الصعب أن يعود إلى ما كان عليه قبل 2011. لا تكرروا هذا الأمر في المغرب. انظروا إلى ليبيا القريبة منكم، انظروا إلى سوريا. حافظوا على نظام بلدكم. بالتأكيد تحتاجون لإصلاحات، تحتاجون لتغيير، تحتاجون لمكافحة فساد. هذه مطالب مشروعة، لكن تجنبوا مطالب إسقاط النظام. النظام في المغرب هو من أكثر الأنظمة العربية التي فيها هامش من الديمقراطية، هامش من الحرية، هامش من كذلك التعبير عن الرأي، وجود صحافة حرة إلى حد ما. النظام الوحيد الذي فيه أحزاب تتنافس على الحكم ويصلون إلى رئاسة الوزراء. حتى الإخوان المسلمين لديهم حزب ويعملون في المغرب بعكس باقي الأوطان العربية. لا تسقطوا هذا الشيء الجميل إلى حد ما الموجود في المغرب إذا ما قارنته ببقية الدول العربية والدول الإفريقية التي في منطقتكم. لا تحلمون أن تكونوا باريس ولا ألمانيا. حتى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لهم بتعيش أزمات اقتصادية ومشاكل وأوضاع صعبة جدا. تابعوا الأخبار. لكن لا تحلموا أن تكونوا مثل هذه الدول. نحن حلمنا في صنعاء أنه بسقوط النظام ستعود اليمن، ستصبح اليمن جنة،
أصبحت اليمن نار، أصبحت جحيم، أصبح اليمني يقتل اليمني الآخر، تمزق النسيج الوطني، ظهرت النعرات الطائفية، ظهرت النعرات المناطقية. لن تعود اليمن كما كانت. أنتم كذلك في المغرب، إذا لا قدر الله وسقط النظام ستظهر صراعات طائفية، ستظهر جماعات متطرفة، ستظهر لحى وناس يجوا لكم من كل بقاع العالم، اللي من الشيشان واللي من الدول الأخرى، ليطبقوا أحكام الشريعة داخل المغرب ويخوضون حروبا طائفية وصراعات طائفية. ستخوض كثير من الدول معارك وتمول جماعات داخل المغرب. سيتكرر نموذج سوريا ونموذج ليبيا ونموذج اليمن. فلا تسعوا لتكرار هذا النموذج، لا تنجروا وراء المجنونة توكل كرمان. هي تعاني من مرض نفسي حقيقة، هي مصابة بمرض نفسي، هي معتقدة أنها يعني من قادة الربيع العربي، وتضخمت لديها الأنا، وحصلت على جائزة نوبل، مع أنها حصلت على نصف جائزة نوبل وبأموال قطرية. لم تأخذ الجائزة لأنها فعلا ناضلت، هي أخذت الجائزة لأن قطر قدمت مساهمات قوية نقدية للمؤسسة التي تقدم جائزة نوبل، وكان هناك رغبة لدى الغرب في دعم الربيع العربي وفي صناعة بعض النجوم، فاختيرت توكل كرمان بدعم من قطر للعب هذا الدور، ولم تكن قده. هي حصلت على نصف جائزة نوبل للسلام، لكن دعواتها للأسف فتن واحتراب في كل البلدان. كلما حدثت مظاهرات في دولة تأتي لتقول اسقطوا النظام، عاد الربيع العربي. يعني هي تعيش حالة من الجنون والمرض النفسي، يعذروها يعني، بس لا تأخذوا كلامها وتعتقدوا أنه سيحصل تغيير، لأنها لو كان لديها بعض عقل وهي تشوف بلدها تمزق، وتشوف الناس كيف جوعى في بلدها، وتشوف كيف النساء بيشحتن في الشوارع داخل صنعاء وفي باقي البلدان العربية، وللأسف هناك أوضاع وصل لها اليمنيين أتحرج حتى من ذكرها هكذا أمامكم. فلا أريد أن تنتقل هذه الأوضاع للمغرب. الإنسان عندما يعني تلسع يده من شيء مرة مرتين ثلاث، يفترض أن يكتفي ولا يجرب هذا الشيء مرة أخرى. ليس فقط الإنسان، إنما حتى الحيوان إذا وضع يعني أو مر بجانب مكان ساخن أو مكان مؤذي ويعني ولسع من هذا الأمر مرة مرتين، المرة الثالثة سيتجنب هذا المكان، سيتجنب أن يلمسه أو يضع أو يستند عليه، حتى هو حيوان. فلا تصدقوا من يعيد لكم نفس الأسطوانة وهو فاشل حتى في دولته. ما الذي حدث في اليمن حتى تسعى توكل كرمان أو غيرها لنقل التجربة إلى المغرب؟ المغرب من أفضل البلدان هدوءا وأمانا واستقرارا وحقوق وحريات شخصية في الشعب المغربي أعلى بكثير من بقية الدول العربية. أنا لا أقول أن هذه الأوضاع هي الأفضل، أكيد عندكم فساد، عندكم مشكلة، عندكم محسوبية، عندكم. حاولوا إصلاح هذه الأمور، طالبوا الملك بإسقاط الحكومة، طالبوا الملك بإحداث التغييرات، طالبوا الملك بإزاحة الفاسدين ومعاقبتهم ومحاكمتهم، طالبوه بقصقصة أجنحة الفساد حتى القريبة منه، ليست مشكلة، لكن لتكن شعاراتكم واضحة أنكم تريدون المحافظة على النظام، لكنكم تريدون محاربة الفساد وإحداث تغييرات. لا تنجروا إلى مسألة إسقاط النظام. الأنظمة تسقط في يوم يومين، لكن استعادة الدول واستعادة وحدتها ونسيجها الاجتماعي أحيانا يحتاج إلى قرون، وأحيانا لا تعود وتؤسس لدويلات ودول جديدة، ثم تنفصل، ثم يعترف بها، ثم تدخل في إشكالية ما الله عالم بها. أنا والله قلق على المغرب، لأنه مريت بتجربة في اليمن، مرينا بتجارب في بلدان كثيرة. أتمنى السلامة للشعب المغربي، أتمنى أن تعود الأمور مستقرة، أتمنى أن تحدث إصلاحات. النظام في المغرب هو النظام العربي الوحيد الذي فتح قضايا السجون والمعتقلات السابقة والإخفاءات القسرية التي حدثت في عقود ماضية، وعمل على جبر الضرر، وعمل على وقدمت اعتذارات لهؤلاء الناس، وحصلت بعض الاعترافات وبعض الأمور الإيجابية. هو النظام العربي الوحيد الذي فتح تلك الحقب وحاول أن يتصالح معها. بقية البلدان يعني للأسف عاشت أوضاع مروعة. مثلا في سوريا مبرر الخروج على النظام، وإن كان دفع الشعب السوري ثمن باهظ، لكن كان نظام مجرم إلى أبعد حد لا يستطيع أحد الدفاع عنه. لكن في المغرب نظام الملك محمد الخامس مختلف تماما عن هذه الأوضاع. حاولوا إصلاح النظام، حاولوا إصلاح بلدكم، حافظوا عليها. والله أني قلق وخايف على المغرب، لأنها زهرة الأوطان العربية المتبقية. تحياتي وفي أمان الله.